مرحبا بكم في الحلقة الثانية من تاريخ كأس العالم. قبل كل شيء صعب مبروك على المغرب والعرب الكل وصول نصف نهائي لكأس العالم في حدث تاريخي. مبروك علينا هذه البداية وما زال باش ما يتغشوش علينا اخواتنا الجزائريين، نعرف اللي هي اغنية جزائرية، ما نساش مبروك علينا الناس الكل ان شاء الله. تو حط ابوني في الشين واعمل تعليق شوية دعمك اهو. باش نحكيو اليوم على الدورات نتاع كأس العالم اللي تنظمت. بالطبيعة مش باش نحكيو على الدورات الكل، باش نحكيو على اهم الدورات اللي تنظمت، اهم الاحداث اللي صارت فيها واهم التغييرات. نبداو ب 1934 الدورة اللي تنظمت في ايطاليا. معليش نظمت في ايطاليا على خاطر موسوليني وقتها خصص 3.5 مليون ليرة ايطالية للدورة هذه. 3.5 مليون ليرة راهي فلوس برشا في الوقت هذا. بالطبيعة ماهوش حب في الكورة، اما باش يسوق للنظام السياسي الفاشي نتاعو. بالطبيعة دخلت فيها امور سياسية على خاطر زاد ايطاليا هي اللي هزت البطولة هذه بالقوة معناتها بالقوة البدنية وبالخشونة وكل شيء معناتها اللي تتصوروه في بالك. بالطبع ما ننساوش اللي الحكام كانوا يغمضوا عينيهم على الشيء هذا. واهم تغيير في البطولة الثانية اللي تنظمت في ايطاليا هو اللي شاركت 16 فريق مش 13 كما الدورة اللي قبلها، وشاركوا بالطبيعة 32 فريق في التصفيات. معناتها اول بطولة كانت صارت فيها تصفيات. عام 1950 علاش نقص العام 1950 ديريكت؟ خاطر بعد عام 1938 توقفت بطولة كأس العالم بسبب الحرب العالمية الثانية. توقفت 12 سنة كاملة، ومن بعد رجعت تنظمت في البرازيل وهزتها مرة أخرى ليروغواي ضد صاحب الأرض البرازيل في الملعب الشهير ماراكانا، الملعب اللي بناته البرازيل خصيصا وحبت تهز الكوب دي موند هذه، حبت تهزها قدام جمهورها، أما ليروغواي اللي هزتها. نجيو عام 1958 البرازيل أول مرة تهز كأس العالم في التاريخ متاعها ضد السويد. نعم السويد وصلت لنهائي كأس العالم عام 1958 بالطبيعة في الأرض متاعها ما وصلت. وقتها العالم أجمع اكتشف الجوهرة السوداء بيلي، وقت اللي هز وصل معناتها قائد البلاد متاعه وهز بها كأس العالم وعمره 17 سنة. في دورة عام 1966 هزتها انجلترا قدام جمهورها وفي الارض متاعها بعد هدف فيه جدل كبير واتهامات كبيرة للتحكيم ضد المانيا الغربية. وفي الدورة هذه زاد شهدت السرقة شهيرة متاع كاس جوري. نمشيو العام 1970. عام 1970 كان شوية سبيسيال على خاطر هزتها البرازيل المرة الثالثة. المرة الثالثة اش معناتها راهو البرازيل باش تحتفظ نهائيا والى الابد بكاس جول ريمي، الكاس اللي كانت كيف هكا. وبالطبيعة الفيفا كانت يلزمها تعمل كاس عالم جديدة، واتصلت بالفنان والنحات الايطالي سيلفيو غاتزانيكا اللي هو اخترع مش اخترع ما هو اللي عمل الكاس العالم الجديدة بصورتها اللي نعرفوها اليومنا هذا. ومن وقتها ما عادش نحكيو على كاس جول ريمي، ولينا نحكيو على كاس الفيفا. توا نجيو العام 1982. الدورة هذه كانت أول مرة يشاركوا فيها 24 منتخب ما همش 16. وبالطبيعة كيف نحكيو على عام 1982 ما نجموش نحكيو على فضيحة خيخون، فضيحة رياضية الشهيرة، ولهنا نتصور اخواتنا الجزائرية يعرفوا فاش نحكي. بكل بساطة وقتها أول مشاركة للمنتخب الجزائري في كأس العالم، وكانت عملت المفاجأة وربحت ألمانيا الغربية اللي هي كانت المنتخبات اللي كانت محطوطة باش تهز كأس العالم، وتصير المفاجأة والجزائر تربح وتكون المنتخب الأقرب للتأهل. لكن اللي يصير هو إنه ألمانيا الغربية والنمسا يلعبوا الماتش الثالث الأخراني ضد بعضهم ويتفاهموا بين بعضهم، ويوفى الماتش ما بيناتهم بنتيجة 2-2، النتيجة الوحيدة اللي تأهل النمسا وألمانيا الغربية مع بعضهم ويخلي الجزائر تنسحب. واللي زاد خلى الفضيحة تكبر أكثر إنه في وسط بعد بقية الماتش بعد ما كانوا وصلوا ل2-2 ولاو يدوروا الكرة في وسط التيران من غير حتى مجهود، يلعبوا كاينهم مش حتى مع مقابلة ودية، كاينوا اونترينمون ما بين بعضهم. بالنسبة اللي ما يعرفش راهو الماتش الثالث نتاع المجموعات ما كانش كما اليوم يتلعب في نفس الوقت، راهو كان الماتش الأولاني يتلعب في وقت والماتش الثاني يتلعب في وقت.
وتو نجيو العام 1986 الدورة اللي بعدها بالضبط يترشح المنتخب المغربي، والمنتخب هذايا يكون له شرف باش يولي اول منتخب عربي وافريقي يترشح للدور 16 بعد ما ربحوا شكون البرتغال 3-1. اي البرتغال معناتها تاريخ يعاود في روحه مرة. Pacheco, Magalhães, Kairi, o remate com o pé esquerdo e o golo. 18 minutos, 1-0 para Marrocos. Portugal a facilitar neste primeiro golo da equipa africana. O segundo de Marrocos, 27 minutos da primeira parte. Kairi a surgir. بعد فضيحة خيخون في الدورة اللي قبلها، في الدورة هذه الماتشات نتاع المجموعات المقابلات الثالثة تلعبت في نفس التوقيت أول مرة. آه 1990 الدورة هذه شهدت تغيير قوانين اللعبة أصلا في جرة الدورة هذه بيدها. أول حاجة كانت أكثر دورة فيها ملل وما فيهاش لعب كبير ياسر، كانت أكثر الفرق اعتمدت اللعب الدفاعي ياسر وما حاولوش يهاجموا، خلفها تقريبا ألمانيا وإلى بعض الدول القوية ياسر اللي معروفة، لكن أكثرهم معناتها خموا يوصلوا لضربات الجزاء وإلا يلعبوا الوقت إضافي، ما حبوش يلعبوا الأتاك من الأول. وبالطبيعة في جرة هذا كانت أكثر دورة فيها أقل تهديف، وبطبيعة زادة كانت أكثر دورة فيها تضييع للوقت. وعلى ذكر تضييع الوقت بطبيعة ما نساوش حكاية الحارس المصري أحمد شوبير اللي هو بطل العالم في تضييع الوقت. الكذاب بيروح النار وانت بتكذب ليل ونهار. اي كنت تضيع الوقت برشا، على خاطر وقتها ينجم الجوار كي صاحبه يرجع له الكرة يشد الكرة بيديه ويعاود يهبطها ويكركرها ويعاود يهزها مرة أخرى وهي تمشي كي من هكاك. هو وشوفوا طبعا. ولذا الفيفا قررت انها تغير من القوانين نتاعها. اول حاجه القوانين التنظيميه ولات تعطي 3 نقاط للفريق الفائز، ما عادش 2 نقاط، خاطر قبل كانوا في المجموعات اللي يربح الفريق اللي يربح ياخذ 2 نقاط مش 3. من الدوره هذه بداوا ياخذوا في 3 نقاط مش 2. وفي جورة احمد شوبير زاده تمنعت انه الحارس ياخذ الكره بيديه بعد ما يرجعها له صاحبه بيد، كي رجع له صاحبه الكره بساقه لازمه هو يرجعها بساقه ما يمسهاش بيده والا تولي مخالفه. عام 1998 ما فماش حاجة كبيرة صارت. الحاجة الوحيدة اللي تبدلت هي ما عادش 24 منتخب يشارك في كأس العالم، هما ولاو 32 منتخب يشارك في كأس العالم، وبالطبيعة في فرنسا وهزتها فرنسا أول مرة في التاريخ نتاعها على أراضيها قدام جمهورها. 2002 أول دورة تتنظم ما بين 2 دول مش دولة واحدة نظمتها، اللي نظموها هما اليابان وكوريا الجنوبية، وكانت آخر مرة يترشح فيها حامل اللقب تلقائيا، ولا معناتها اللي هي كانت فرنسا ترشح تلقائيا وآخر منتخب ترشح كما بالطريقة هذه. من الدورة اللي بعدها ولا حتى اللي يهز كأس العالم لازم يمر بتصفيات باش يترشح لكأس العالم اللي بعد. 2010 أول كأس عالم تنظمت فيه إفريقيا، وأول كأس عالم هزتها إسبانيا اللي في الوقت هذاك معروفة بفريق برشلونة والجيل الذهبي متاع برشلونة والجيل الذهبي متاع إسبانيا. وفي النهائي ربحت هولندا اللي تخسر 3 نهائي في التاريخ متاعها. كأس العالم 2018 في روسيا كيف الدورات الأخرانية ما فماش حاجة كبيرة تبدلت، جوست انه أول مرة يتم استعمال تقنية الفار وأول مرة تم استعمالها في مباراة فرنسا وأستراليا. في 2022 قطر الناس الكل قاعدة تتفرجوا على الكوب دي موند وشنو اللي صاير في الكوب دي موند. الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولها انه ما عادش نجموا نعرفوا شكون اللي باش يربح وشكون اللي باش يخسر، ما عادش فما كبير وما عادش فما صغير. ومرة أخرى نقولوا زادا مبروك للمغرب في الدومي فينال. المغرب أول فريق عربي وأفريقي يوصل نص نهائي كأس العالم،
كيما عمل في دورة عام 1986 كان أول فريق عربي زاد يوصل للدور ال 16، وعلاش لا إن شاء الله نشوفوه زاد هاز كأس العالم. معلم لابوني ما تنساهاش.